وتنبيه مهم لكل الناس يا جماعه، كل الناس تشترك في القناه عشان تقدر تحصل على الشروحات. كل الشروحات دلوقتي بقت للمشتركين فقط، يعني مفيش اي حد مش مشترك على القناه يشوف كل الشروحات بدون اي مقابل خالص، دي مفيش فيها اي مشكله. فاشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد في عالم الصادرات. ما تنساش اعجاباتك وتعليقاتك الجميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي شروحات بلال سعد في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما يا رب. جاي لكم النهارده بموضوع سوفت وتحويل مميز لكل اجهزه الصن بلس 1506 تي في و1506 اتش في فانيلا ال ام. الجهاز اللي معانا النهارده جهاز جديد لسه نازل السوق، هنعمل له تحويل وسوفت محترم. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. بننبه على كل الناس اشترك في القناه عشان تقدر تشاهد كل الشروحات وكل السوفتات اللي على القناه. وشكر خاص لكل الناس المحترمه اللي بتبعت تعليقاتها على اليوتيوب. الجهاز اللي معانا النهارده الهاي لاين 3 وحايد، الجهاز ده لسه نازل السوق جديد. الجهاز ده محترم، جهاز ال ام فانيلا، جهاز 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. جهاز زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي معانا اهوت 2 يو اس بي، تقفيل محترم، شكل الجهاز حاجه جميله. النهارده الجهاز ده عليه سوفت محترم، ولكن احنا هنحب ان احنا نحوله ونديله سوفت محترم جديد. يلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض. هيبقى التحديثات كلها والسوفتات كلها عن طريق اليو اس بي بدون سوفتات تمهيديه خالص. ركز في الشرح عشان ما تفقدش الجهاز، لان الاجهزه ديت لو حصل فيها مشكله تضطر ان انت تفتح الجهاز وهتعمل قفله الفلاشه وتدي الجهاز سوفت عن طريق اللودر. وما تسرعش الفيديو عشان خاطر تقدر تجمع المعلومه كامله متكامله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجه تمام. هنا بقى بقول لك، طب واحد يقول لي طب هو الجهاز على وضعه الاصلي في مشكله؟ اقول لك لا. طب هو انت بتحوله عشان خاطر في حاجه ناقصه؟ اقول لك لا. طب انا بحوله عشان خاطر هو جهاز جديد وفيه سوفتات محترمه عايزين نجرب. يعني ده الجهاز على وضعه الاصلي، سوفت محترم، منيو جميل، كل حاجه محترمه فيه. جهاز لو دخلنا على الاعدادات زي ما حضراتكم شايفين ونزلنا على الاصدار هنلاقي الجهاز معانا اتش اس بي 06 اتش في 1 اس 4، يعني صن بلس 1506 اتش في فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. جهاز معانا اخر سوفت عليه كان 20/6/2023، سوفت محترم، سوفت جميل، كل حاجه تمام. انا النهارده بحاول الجهاز ده، هحاول ان انا اطور من الجهاز اديله سوفت جديد للسنه الجديده 2024 تمام. فهو الجهاز اللي معايا قلت اعمل عليه الشرح عشان خاطر كل الناس تستفيد وكل حاجه. السوفتات دي تنفع للتي في والسوفتات دي تنفع للاتش في بدون اي مشكله خالص. هنخش على تحديث، هننزل على تحديث اليو اس بي. السوفتات بسيبها لك في تعليق مثبت على القناه. الجهاز ده على وضعه الاصلي بيدعم ريموت ال ام وريموت التايمر. ريموت ال ام شغال وريموت التايمر شغال تمام. انا برضو يعني عايز اجرب فيه تحويل. بسم الله، ادينا الجهاز سحب معانا اهوت السوفت عن طريق اليو اس بي بدون اي مشاكل. مش عايزين تسرع في الفيديو عشان خاطر ما تقعش في اي مشكله. وبشكر كل الناس المحترمه على التعليقات الجميله، وانتظرونا ان شاء الله قريبا في بث مباشر على قناتكم الجميله هنتكلم فيه عن كل حاجه، سواء السوفتات اللي فاتت او السوفتات اللي جايه والشروحات كلها. وفي سوفتات محترمه لاجهزه الجي اكس، سواء كيوماكس سواء السيناتور سواء الريد بوكس، ان شاء الله باذن الله هتبقى قريب. ولكن احنا زي ما وعدتكم ان انا دلوقتي داخل على سلسله تحويلات وسوفتات اجهزه ال ام الفانيلا، سواء ال 2507 اللي عملنا له سوفت محترم وسلسله، سواء ال 1507 جي ال ام، سواء ال 1507 اي. والنهارده معانا ال 1506 تي في والاتش في بدون واي فاي داخلي فلاش 4 ميجا. فان شاء الله باذن الله نخلص السلسله ديت وهنخش على معالج تاني، ويبقى كده اصلا القناه. وكمان يا جماعه القناه عليها كل حاجه الحمد لله، سوفتات محترمه وسوفتات بتدعم كل شيء، سواء شبكات هوائيه، سواء احدث اصدار للنوفا، سواء احدث اصدار لليوتيوب، كل حاجه محترمه الحمد لله على القناه. وسوفت النهارده هيبقى تحويلات روعه وجميله. جهاز سحب معانا السوفت تمام، هنصبر لحد ما الجهاز يقفل ويفتح لوحده. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز فتح معانا. اجهزه الترومان اجهزه محترمه لها كل الدعم، اجهزه مميزه. الجهاز سحب معانا السوفت تمام وفتح معانا كمان اهوت. هنخش نتعمق في ده اول سوفت اول تحويل للجهاز. اول حاجه كده هنجربها مع بعض، هل الجهاز بيدعم ريمودين ولا لا. ادي جهاز ال ام شغال. هنشوف جهاز ريموت التايمر. ريموت التايمر برده شغال. يبقى اول ميزه معانا برده في سوفت وتحويل النهارده ان ريموت ال ام وريموت التايمر شغالين مع بعض، وده حاجه مميزه جميله. اول حاجه كده هنخش منيو. طب هل هو في تكبير اشاره؟ مفيش اجهزه ال ما بينزلش فيها تكبير اشاره. اول حاجه كده بسم الله هنخش منيو.
ده جمال المنيو، جمال يعني السوفت الجديد. عندنا المربع الاسمر اللي في النص ده شاشه مصغره للقنوات من بره، لو وصلت سلك الاشاره دلوقتي هيظهر فيها صوره القناه وحاجه مميزه. اول حاجه كده زي ما وعدناكم هنخش على الاعدادات وهننزل كده على الاصدار، وهنا الجهاز بيدعم معانا الفلاشه الجديده فقط، بيدعم معانا فلاشه الواي فاي الجديده فقط. لو دخلنا هنا رجعنا باك ودخلنا على نتورك وهنشوف اعدادات الايثرنت، الجهاز بيدعم شبكه الواي فاي بس. هنرجع باك، لو دخلنا هنا على اول اختيار دخلنا اوكي، ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه النوفا باحدث اصدار. هنرجع باك، هنطلع بره على القنوات خالص، هنضغط 8899 تفعيل الاي ام يو، هنخش على منيو، هننزل على نتورك، وده الشغل برضو للشبكات الهوائيه اللي الجهاز بيدعمه معانا. هنرجع باك نخش نجرب بقى السوفت الثاني والتحويل الثاني على السريع. عايزك تتعمق في السوفت براحتك، انا بوفر عليك عشان خاطر الوقت ومده الفيديو. بسم الله، جاهز سحب معانا السوفت عن طريق اليو اس بي بدون اي مشكله خالص. وتنبيه مهم لكل الناس يا جماعه، كل الناس تشترك في القناه عشان تقدر تحصل على الشروحات. كل الشروحات دلوقتي بقت للمشتركين فقط، يعني مفيش اي حد مش مشترك على القناه يشوف كل الشروحات بدون اي مقابل خالص، دي مفيش فيها اي مشكله. فاشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. ما تنساش اعجاباتك وتعليقاتك الجميله. جهاز هيحمل معانا السوفت وهنرجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت تمام. ده تاني تحويل الكينج ستار، اجهزه محترمه، اجهزه لها كل الدعم، اجهزه جميله، سوفتات الحمد لله بتبقى منيو رائع، منيو جميل. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا. هنجرب بقى اول حاجه كده، نجرب هل ريموت التايمر شغال. ده حاجه جميله بصراحه، عندنا بنشوفها في السوفتات الحديثه ان بيدعم الريمودين، ريموت ال ام وريموت التايمر. زي ما حضراتكم شايفين جمال قائمه القنوات، حاجه جميله حاجه جديده، يعني الحاجه بصراحه كده ده اجمل حاجه شفتها النهارده. عندنا هنا بقى المنيو رائع، المنيو جميل، حاجه مميزه، حاجه جميله. اول حاجه كده زي ما وعدناكم هنخش على الاعدادات وهننزل على الاصدار، وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيدعم معانا الفلاشه الجديده بتاعه الواي فاي. برده هنحاول نشوف سوفت يكون بيدعم الفلاشه القديمه عشان يبقى كده عندنا 3 سوفتات محترمين بيدعموا فلاشتين الواي فاي. عندنا جهاز اتش اس بي 06 اتش في 1 اس 4 يعني سام بلس 1506 اتش في 1 فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. هنرجع باك زي ما حضراتكم شايفين كده، لو طلعنا بره خالص وعملنا 8899 هنخش منيو، هنخش على بيدعم معانا احدث اصدار للنوفا. لو دخلنا هنا كده وعملنا اوكي هننزل بقى كده، ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه. عندك البالانس، عندك الاكشن، عندك الدراجون، عندك النوفا باحدث اصدار، اليو تي في، حاجه جميله حاجه محترمه. هنرجع باك وهنخش على النتورك، وده الشغل اللي بيدعمه جوساب بلس فيرجن 3 وجي شير بلس، الشبكات الهوائيه وكل حاجه جميله، واحدث اصدار لليوتيوب، سرعه في الاداء، سرعه في التشغيل. المربع الاسمر ده برده كمثل لو وصلنا سلك الاشاره هتلاقي الجهاز بيشغل قناه في المربع الاسمر ده. هنخش بقى نجرب التحويل الثالث ونشوف كده هل هيدعم معانا الفلاشه الجديده القديمه ولا لا. بسم الله، جهاز سحب معانا السوفت الثالث. يعني النهارده سلسله تحويلات وسوفتات محترمه لكل اجهزه الصن بلس 1506 تي في و1506 اتش في ال ام فانيلا بدون واي فاي داخلي، فلاش 4 ميجا. سوفتات محترمه، سوفتات لها كل الدعم، سرعه في الاداء، سرعه في التسجيل، احدث اصدار للنوفا، احدث اصدار لليوتيوب، شبكات هوائيه، كل حاجه تمام. وهنا بنقول للناس يا جماعه الاجهزه ديت لازم اعدل كل جهاز عشان خاطر يقبل على اليو اس بي. الجهاز اللي معانا النهارده الهاي لاين 3 وحايد، الجهاز ده محترم، جهاز جميل لسه نازل السوق جديد. يعني لو حضرتك عندك شارب، عندك بلاك ستار، عندك سكاي، عندك السيتي سات، عندك انواع كتير من اجهزه ال ام، لازم تبعت السوفت ليه عشان اعدله ياخد عن طريق اليو اس بي. الا اذا لو انت عايز تديله السوفت عندك هتديله عن طريق اللودر بس، هتفتح الجهاز وتعمل قفله للفلاشه والجهاز هيسحب معاك السوفت عادي تمام. جهاز سحب معانا السوفت تمام، يا رب يكون بقى بيدعم الفلاشه الجديده، يا رب يكون بيدعم معانا الفلاشه القديمه. هو التحويل برده للكينج ستار عشان تبقوا عارفين، بس ده اصدار تاني. بسم الله، نفس القايمه نفس كل حاجه، بيدعم برده ريمودين ال ام والتايمر. هنخش المنيو، هو نفس المنيو. هنخش بقى على الاعدادات عشان خاطر نشوف هل هو بيدعم معانا الفلاشه القديمه ولا لا. لو نزلنا على الاصدار للاسف برضو بيدعم معانا الفلاشه الجديده. وبعدين هو السوق النهارده كل الفلاشات اللي في السوق عامه الفلاشه الاصدار الجديد. يبقى احنا عشان ما نلخبطش الناس هسيب لك سوفتين، سوفت الترومان وسوفت الكينج ستار، عشان يبقى عندك التحويلين مميزين.
وهسيب لك برضو السوفت الرجوع بتاع الهايلاين. وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده كانت يعتبر سلسله سوفتات لاجهزه الصن بلس 1506 تي في والاتش في فلاش 4 ميجا ال ام فانيلا بدون واي فاي داخلي. حولنا الجهاز لثلاث سوفتات محترمه وجميله. السوفتات ديت لو عايز تنزلها لجهازك او لو جهاز غير الهاي لاين هتضطر ان انت تدي للجهاز السوفت عن طريق اللودر، يا اما حضرتك بتبعت لي السوفت على الماسنجر وانا بعدل لك السوفت الجهاز ياخده عن طريق اليو اس بي. يا رب تكونوا استمتعتم بالشرح واستفدتم من الشرح. انتظرونا في شرح وسوفت قادم وتحويل قادم لكل الاجهزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واعزائي شرحاء بالالسات في كل مكان.